اهلا بيك يا صديقي الجميل في الفيديو رقم 2 من رحله تعلم اللغه الايطاليه في 100 يوم للمبتدئين. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لي فولو وتشير الفيديو مع اصحابك عشان غيرك يستفيد وما توقفش المعلومه عندك. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في الدرس اللي فات اخدنا مع بعض ازاي تعرف نفسك وازاي تتحي حد او تسلم على حد. النهارده بقى يا شباب هنتعلم حاجه مهمه وهي الضمائر الشخصيه. الضمائر الشخصيه دي هي الحاجة الأساسية اللي بنستخدمها عشان نبني جملة. هي دي أهم حاجة وأول حاجة لازم تعرفها عشان نقدر مع بعض في المستقبل نبني جملة. اللي هو الفعل، اللي هو الفاعل اللي بيقوم بعمل الفعل أو الشخص اللي بيقوم بعمل الشيء. أهم الضمائر الشخصية والضمائر الأساسية الضمير أنا يعني إيو، الضمير تو يعني أنت، الضمير لوي يعني هو، الضمير لي يعني هي، الضمير نوي يعني نحن، الضمير فوي يعني أنتم، الضمير لورو يعني هم. مراجعة سريعة: إيو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، لورو. تمام؟ دول يا صديقي الجميل لازم تحفظهم زي اسمك. اوكي. ناخد حاجة تاني وهي انا مثلا، تعالى بقى نركب ونعمل جمل بسيطة من غير ما نعقد الدنيا. تمام؟ اقول لك مثلا تشاو ايو سونو إبرام، او اقول لك تشاو مي chiamo إبرام، تشاو مي chiamo إبرام، ايو سونو إبرام. ايو انا أكون إبرام. أوكي؟ إيو مي chiamo إبرام، أنا اسمي إبرام. أوكي؟ عايز أقول مثلا هو اسمه، أقول لوي، هو لوي سي chiama نادر، هو اسمه نادر. إيو مي chiamo إبرام، لوي سي chiama نادر. أوكي؟ ده كده ببساطة صديقي الجميل كان اللي احنا هنتعلمه مع بعض في الدرس بتاع النهاردة. يلا بينا نعمل تدريب بسيط كده مع بعض. اوكي؟ اكتب او اعمل جملة باستخدام الضمير الشخصي وقول اسمك. ازاي تعرف لي نفسك في الكومنتات. اكتب تشاو، انا اقول لك دلوقتي تشاو ايو مي chiamo إبرام او ايو سونو إبرام، انا اسمي إبرام او انا اكون إبرام. فعل سونو دوت خليك عارفها كويس، يعني اكون جاي من الفيربو اسر اللي هو فعل الكينونة اللي هنتعلمه مع